السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص على الأبواب، ورمضان يعني حلويات كتير. حلويات شرقية بقى، الكنافة والقطيف والحاجات دي. آه أنا هنا بقى أنا هختلف. أنا كان في المولد وكده، كان جايلي كذا علبة حلاوة مولد، طبعا مفتحتهمش أياميها كلهم. كان على فترات كده، كل فترة لما تخلص بفتح واحدة، فكان لسه عندي واحدة كنت شايلاها في الفريزر. اللي هي حلوى شنواني بقى، أنا بحبها بصراحة، فقلت هشيلها ابقى افتحها على رمضان كده كل يوم. لو جه ضيف كده او احنا كل واحد يلقط له من ناحيتها كده بعد الفطار. طبعا رمضان بتكون حلوياته كتير، بس برضو ما يمنعش ان احنا يعني انا قلت هي دي وقتها. المهم ان انا فتحتها. المفاجاه بقى ان انا لقيتها كلها بندق ولوز كده، عجبتني بصراحه قوي. ما شاء الله التشكيلة بتاعتها حلوة خالص، وكلها داخل فيها بندق ولوز وعين جمل وحاجات كده. تشكيلتها كانت حلوة خالص، مش دعاية والله ابدا ابدا، بس انا فرحت بيها، فقلت ان انا كنت بصورها كده قبل ما افتحها كمان. عشان اقول لكم على الفكره، يعني ان احنا بيكون عندنا حلويات كده بنشيلها في الفريزر، بيجي لها وقتها بنفتحها. بس انا اتفاجئت انها كلها ما شاء الله تشكيلتها حلوه قوي كده، زي ما انتم شايفين، حمص كمان وسوداني وبندق ولوز وعين جمل. يعني بصراحة جت في وقتها. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى انتوا تعملوا زي بقى لما تكون حاجة متوفرة عندكم بنشيلها في الفريزر. طبعا هي لسه في صلاحيتها. بيجي عليها وقتها المناسب ليها، بتكون لها شوقة كده. طبعا احنا بناكل كل حاجة في موسمها، بس لو زيادة عندنا بنستغلها ونحطها في الفريزر. لما يجي وقت تاني بتكون حلوة. يعني كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الفكرة تعجبكم. واتمنى كمان تدعموني باللايك والسبسكرايب لحبايبي اللي مش مشتركين معايا. ورمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.